سلااوتانی بێبەڕێزان پاش کەمتر لە 2 مانگ لە دەرکردنی بڕیاری بەهرێنبوونی پارێزگای سەلاحەدین لە 12ی ئەم مانگە ئەنجومەنی پارێزگای دیالە لە کۆی 29 ئەندام 15 ئەندامیان بە هەمان شێوە بڕیاری بەهرێنبوونی پارێزگاکەیان ڕاگەیاند. هەندێک دەڵێن ئەم بڕیارە درێژە پێدراوی ملیۆنە سیاسیەکانیەوە نووری مالکی و ئەیاد عەلاویە. هەندێک تریش پیان وایە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق ئەمە هەلێکە و لایەنەکان بۆ مەرامی تایبەتی خۆیان بەکاری دەهێنن. ئەم بڕیاری ئەنجومەنی پارێزگای دیالە ناڕزایی زۆری لێکەوتەوە گەشتە ئەوەی هێرش بکرێتە سەر بینایی پارێزگاکە. بەڕێزان بۆ قسەکردن لەسەر بڕیاری بەهرێنبوونی پارێزگای دیالە چاوپێکوتنی ئەم جارەی NRT لەگەڵ عەبدولناسر ئەلمەهداوی پارێزگاری دیالەیە. بەخێر بێ کاک عەبدولناسر. الله الخير مرحبا بك. بەلەوە دەست پێکەن سەرەتا بەگشتی لە ئێستادا ئاستی خزمەتگوزاری هەروەها لە ڕووی ئەمنی و ئیداریەوە پارێزگای دیالە لە چه ئاستێکدایە؟ بصورة عامة الوضع الأمني والإداري وكافة الخدمات في ديالى كيف تقيمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أنوه إلى أن أي تقييم موضوعي لمحافظة ديالى ينبغي أن يراعى فيه المرحلة اللي احنا بيها. طبعا محافظة ديالى شهدت لسنوات 2006 2007 2008 أعمال عسكرية كبيرة جدا أتت على بنيتها التحتية وشهدت أعمال تخريب كبيرة جدا، لكن الحمد لله بعد 2008 2009 2010 شهدت تحسن ملحوظ بالأمن، واليوم احنا في عام 2011 اكو استتباب للأمن حقيقي واكو سيطرة للأمن على كافة مناطق ديالى. هذا الأمن حقيقة عاد بالنفع علينا في المحافظة. انطلقت مشاريعنا خاصة مشاريع عام 2010 لأول مرة، باعتبار عام 2009 كانت الميزانية متوقفة على مديونية لمشاريع سابقة لعام 2008، لكن من استلمنا الإدارة في الشهر الرابع من عام 2009 لم نستطيع أن ننفذ أي مشروع بعام 2009، لكن في عام 2010 بعد النصف الثاني من العام قدرنا الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى أن ننفذ مشاريع حقيقية في المحافظة وأن نشمل كل الأقضية وكل القصبات بالمشاريع. لكن حقيقة ما تحتاجها المحافظة يربو على 3 تريليونات دينار فقط في مشاريع البنى التحتية للحدود البلدية للوحدات الإدارية. أما ما تتقدم من ميزانية من قبل الدولة لا تتجاوز 120 مليار، يعني بما يقابل 100 مليون دولار فقط. فمن الطبيعي جدا إذا كان الخرق كبير جدا ويعني والفتق كبير والرقعة صغيرة ما نقدر نقدم خدمات تتناسب حاجة أهلنا، فلذلك احنا نجدول أولوياتنا ونجدول مشاريعنا ونتعامل مع الحكومات المحلية الأخرى في الأقضية والنواحي يعني جدولة هذه الأهم فالمهم وهكذا. والله كاك عبدالناصر ما برسالة ما كتبوا قوي دۆخی دیالە بەگشتی بزانین ئایا لە ئێستادا هۆکارەکانی دەرکردنی ئەم بڕیارە بۆ ما هي أسباب إصدار هذا القرار في الوقت الحالي في ديالى؟ والله أخي الكريم أعضاء مجلس المحافظة يتكون من 29 عضو، ائتلاف العراقية 18 عضو، تحالف الكردستاني 6، التحالف الوطني 5. يعني ائتلاف العراقية دا يشعر أنه أكو مكون من مكونات مجتمع ديالى يعاني من التهميش والإقصاء يعني وعدم المشاركة في صناعة القرار، وهناك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، هناك اعتقالات واسعة، هناك استهداف، هناك عدم توازن في القوى الأمنية، هناك يعني حقيقة حاجة حقيقية للميزانية. المحافظة يعني تعاني من تهميش من قبل الوزارات كافة تقريبا إلا بعض الوزارات، حقيقة وزارة البلديات وزارة الإعمار والإسكان إلى حد ما، وزارة الهجرة والمهاجرين أيضا إلى حد ما جيدة نوعا ما في هذا العام، لكن طيلة ال8 أعوام السابقة لم تشهد محافظة ديالى اهتمام حقيقي من قبل الميزانيات الاستثمارية للوزارات. فحقيقة اجتهد بعض أعضاء مجلس المحافظة وهو أغلبهم حقيقة بأنه إذا نادوا بالإقليم لربما من خلال هذه الآلية ومن خلال هذا يعني التقدم في الإدارة يستطيع أن يحوزوا على حقوق محافظة ديالى على الأقل في الميزانية، ويستطيعون أن يديرون ملفهم الأمني بحيث يمنعون الظلم اللي يصير على أحد المكونات. فقدموا هذا الطلب، وطلب دستوري شرعي يتيح القانون لهم. بعض الآخر رفض هذا القرار وعبأ الشارع باتجاهه، وأيضا يعني ما دام هو في الإطار السلمي والإطار القانوني أيضا مبارك. أنا كمحافظ حقيقة لا أنحاز إلى هذا الجانب ولا هذا الجانب، أنا أنظر لمصلحة ديالى وأنظر للعملية السياسية كيف تدار بالطريقة الشرعية والقانونية، وأرفض كل خروقات يعني تخرج عن نطاق القانون والدستور. بەڵام باست لە هەندێک شی ئیجابی کە کراوە لە دیالە ئەم هۆکارانەی کە جەنابەت باسی دەکەی لە هەموو پارێزگایەکی عێراقدا هەیە، ئەمەی کە بە پراوێزخستنی پارێزگاکە لە ڕووی خزمەتگوزاریە وەروەها دەستگیرکردنی کەسانی تۆمەتبار بە تێرۆر
بو آية دكريت أم هو كارانا هر بارزقاك وداواكي لم شيء بكات. الأسباب التي تحدثت عنها موجودة في كل المحافظات، وأنت أشرت إلى أشياء إيجابية قد تمت في خاصة المشاريع تمت في ديالى. هل يصلح أنه أي محافظة لديها هذا الأسباب أن تطالب بهذا القرار؟ طبعا كل المحافظات تطالب بهذا القرار. كل محافظات العراق أنا ب 84 اجتماع مع لجنة التنسيقية مع دولة رئيس الوزراء، كل المحافظين ينادون صلاحيات، وأنا رأيي كان مع الصلاحيات حقيقة، ضغط باستلام صلاحيات حقيقية. يعني احنا نطالب الوزارات بتوفير صلاحياتها للمحافظين، نطالب بحل الوزارات الخدمية، نطالب بالشأن الاتحادي يكون بالمسائل الكلية تتعلق بالدفاع والدولة والسياسة والنفط والمال وكذا، القضايا الخدمية تتعلق بالمحافظات. هذا مو شأن المحافظة ديالها، كل المحافظات طالبت. وطبعا محافظة ديالها يمكن متأخرة، البصرة قدمت، بابل قدمت، صلاح الدين قدمت، الموصل تدرس، الأنبار تدرس. الآن أنا مع يعني وجود يعني ضبط وآلية منضبطة لتوزيع الثروة العراقية على المواطنين حسب الكثافة السكانية. فلذلك يعني أنا أعتقد وجود حالة إيجابية، يا اما يكون جميع مثلا ضمن اقاليم بحيث يستفيدون من مواردهم بحيث ما تعود. يعني انا اضرب لك مثل واحد العفو. بالله كاك عبد الناصر يكشت هي يعني ساء انبار موصل هروها بصرج دواء كان ياخذ بنيازن كبريالي كلام شيء يدر كان هندك دلين اما هليكا باش عراقي باش كشانو هي زكاني امريكا ما هليكو انجمني باريس كان دي خوزنوا. البعض يقول ان هذه فرصه يغتنمها أعضاء مجلس المحافظات بعد انسحاب القوات الأمريكية في العراق. لا علاقة للقوات الأمريكية بهذا الموضوع، هذا شأن داخلي يخص المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة. أعضاء مجلس المحافظة هم اللي يمثلون المجتمع دياله، وهم اللي من حقهم أن يستخدمون صلاحياتهم الدستورية والقانونية بكل أجوائها. لا علاقة لا بالأمريكان ولا حتى بالحكومة الاتحادية، ما عندها صلاحية على أعضاء مجلس المحافظة إلا إذا خرقت القانون أو تجاوزت على الحدود العامة أو المصلحة العامة للبلد. أعضاء مجلس المحافظة يبحثون عن الآلية اللي من خلالها يستطيعون يقدمون خدمات أفضل للمحافظة. أنا أضرب لك مثل واحد بسيط. يعني إحنا في محافظة ديالى في عام 2008 جمدت 460 مليار دينار وجعلت مواد للدولة، بالوقت اللي ما ضاعت مثلا على محافظات الإقليم أي مال، لأنه من يروح للإقليم ما يرجع، يبقى بالإقليم بالكامل. بينما بالمحافظات طالما اكو وزارة اسمها مالية ووزارة تخطيط فيتعاملون مع المحافظات بحسب اجتهاداتهم. احنا نريد استحقاقنا من الميزانية يبقى بالمحافظة يدار، حتى لو حتى لو من قبل الحكومة الاتحادية ما عندنا مشكلة، لكن على أن يصرف على المحافظة كمشاريع. كاك عبد الله سمع قسم على سر كاتكية نوري مالكي ضلت لأستاذة أم كاتك جونجاونية بو برياري كلام شوي واتا دبيت كاتكي جونجاو انجمني بارزگا كان كاتكي جونجاو هل بجيرن بو دركردني برياري كلام شوي واتا چەند ساڵێکە وەک جەنابەت باسی دەکەی کە بەو شێوەیە هۆکار هەیە بۆ دەرکردنی ئەم بڕیارە، بەڵام بۆ لە ئێستادا لەگەڵ شانەوەی هێزەکانی ئەمریکا نوري مالكي كرئيس مجلس الوزراء يقول بأنه الوقت غير مناسب لإصدار هذا القرار. لماذا لم تطالبوا بهذا القرار قبل سنة أو سنتين، ولماذا تطالبون بهذا القرار الآن مع وقت انسحاب القوات الأمريكية في العراق؟ قد أوافق السيد دولة رئيس الوزراء على هذا الرأي، يعني قد يكون غير مناسب، لكن هو قرار دستوري وقانوني وشرعي، خليه يواجه بإجراء دستوري وقانوني شرعي، ما عندنا مشكلة. يعني خلي البعض يقبل ويقدم، ومن حقه خلي يمارس عمليته طالما أتاح الدستور والقانون، من حقه أن يمارسها. توقيتها صحيحة أو غير صحيحة هذه مسألة أخرى، هذا ممكن وجهة نظر دولة الإسلام، ممكن وجهة نظري، لكن أعضاء مجلس المحافظة لهم وجهة نظرهم هم الخاصة بهم. يعني أنا مع يعني لربما التوقيت غير مناسب، ممكن صحيح هذا الكلام، وأنا مع إجماع وطني في هذا الموضوع، لكن خلص أنا أحترم رؤية المجلس، وما من حقي ولا من حق أحد أن يصادر رؤيتهم. فخلي ينتهجون السبل القانونية وأتيح لهم الممارسة الديمقراطية بمناخ مناسب حتى يطمئن الشارع، وخلي صناديق الاقتراع هي الحكم، خلي ترفض هذا. هو قابل من يتقدم طلب راح يعلن إقليم، هالقضية تحتاج إجراءات وآليات واستفتاء وعملية طويلة جدا. خلي الشارع دياله هو المعيار، يقول أريد أو ما أريد. إحنا ليش متخوفين؟ ما أعرف. بله فرات التميمي جاگریه کمی جناب دلت ام برگاری کی خیره و دراسه نکراوه. هر واحد دلت ام برگاره لدروی انجمنکا للاینشان کتلیکی سیاسی و درون.
ما بس كيه وتاشن أو راسته. فرات التميمي الذي هو النائب الأول لحضرتك يقول بأن هذا القرار قرار سريع متسارع وغير مدروس، وقد تم الإقرار بهذا القرار خارج مجلس المحافظة. يقصد من بأنه أخي هو الذي أصدر هذا القرار؟ الاجتهاد إذا هذا التصريح إذا كشخص للأستاذ فرات يعني محترم، ما عندنا مشكلة به، لكن القانون لا يقول أنه ثلث أعضاء مجلس المحافظة من مجلس المحافظة. أعضاء مجلس المحافظة يستطيعون أن يقررون أي قرار أو يتخذون أي إجراء على أي أرض من أرض ديالى أيا كانت يعني مكانتها، طالما هي في حدود الإدارية للمحافظة ديالى، وهذا أعتقد اللوائح الداخلية تشير إليه. والقرار تم بالمحافظة، والمحافظة الجهة التنفيذية اللي هي أكبر مجلس المحافظة، الجهة التنفيذية. القرار تم بالمحافظة وبوجودي حقيقة، رغم أن طلبت من عندهم يروحون للمجلس، كان اجتهادهم هم وأعضاء مجلس النواب أن يقرأ في المحافظة، فما حبيت أعرضهم حتى ما أفهم خطأ يعني. فهذا الكلام لا قيمة له قانونيا حقيقة. بله دادگای ناوەند دەڵێت هەر پارێزگایەک کە ناوچەیەکی دابڕێنراوی هەبێت یاخود سەر بەو پارێزگایە بێت، بۆی نییە ئەم بڕیارە داوا بکات، و ئەگەر داوای بکات دەبێت تەنازل لەو ناوچانە بکات. المحكمة الاتحادية تقول بأن المحافظة التي توجد فيها مناطق متنازع عليها إذا أصدرت هذا القرار يجب أن تتنازل عن تلك المناطق. رأي جنابك؟ أخي الكريم، أنا لست، وأنا أكد حقيقة لست مع أو ضد، أنا مع الممارسة الديمقراطية المتاحة. خلي الممارسة الديمقراطية تأخذ إجراءاتها الرسمية القانونية. خلي الأخوة المعارضين لهذا القرار يدللون بالحجج والقوانين والأحكام على أن هذا القرار متعجل وما يطلب في مصلحة دياله. خلي شعب دياله يرفض أو يقبل، ما عندنا مشكلة بهالمسألة. يعني هاي عملية سياسية وهذا التدافع، وهذا مقبول من قبل كل الأطراف. احنا ما، أنا كشخص محافظ أنا للجميع، لست مع أو ضد، لكن أنا مع احترام القانون والدستور وضد انتهاك القانون والدستور. أما النتائج فالمدخلات إذا كانت صحيحة المخرجات تكون صحيحة بالضرورة. بله باس لە ڕای گشتی دەکەی لە دیالە بەتابەتی هاوڵاتیان، بەڵام ئێمە بینیمان ناڕزاییکی زۆری لێکەوتۆتەوە گەشتە ئەوەی هێرش بکەنە سەر بینای ئەنجومەنەکە، هەروەها لە قەزای مقدادیە لە دام و دەستگاکانی حکوومەتدا دەوام ڕاگیرا، دەوامی فەرمی حکوومیەکان ڕاگیرا. ئایا ئێوە چاڕوانی ئەوەتان دەکرد کە بەم شێوەیە ناڕزایی بکەوێتەوە، و هەڵویستی ئێوە چی دەبێت ئەگەر هات و ناڕزایەتەکان ئەوە بەردەوام بن؟ بعد إصدار القرار رأينا حدوث مظاهرات وهجوم على بناية مجلس المحافظة، حتى في قضاء المقدادية تم إلغاء الدوام الرسمي للدوائر الحكومية. هل كنتم تتوقعون هكذا رد فعل بالنسبة للجماهير؟ وإذا استمرت هذه المظاهرات ما هو موقفكم؟ طبعا هذا اللي يعترض عليه واللي أصدى له بقوة، خرق القانون وأي جهة. طبعا احنا يعني يفترض بالقوى الأمنية أن لا تتدخل بالسياسة. القوى الأمنية واجبها حماية المواطن والحفاظ على الأمن، ما إلها أي واجب سوى حماية المواطن والحفاظ على الأمن وحماية البلد. ما حدث في المقدادية انتهاك صارح لحقوق الإنسان وانتهاك صارح حقوق، يعني طبعا أنا ما أتكلم عن المظاهرات السلمية، المظاهرات السلمية ما لها علاقة بها، لكن ظهور ناس مدنيين يلبسون السواد مسلحين بأسلحة نارية وسيوف ومطاوى آية زانيريتان هي لسر أوي سر بكين قانون سر بكين أم كساني كجناب دلي رشيان بوشيوة و تشكيان بيبو وهيرشيان كردو سر شأن حكومية كان بتابتي بناء أنجمني بارزغا. من هم هؤلاء الأشخاص والذي أشرت إليهم في خطابك بأنهم يلبسون السواد وقاموا بالهجوم على مجلس المحافظة؟ أنا ما أعرف حقيقة هوية هؤلاء، لكن اللي أعرفه هؤلاء مدنيون يحملون الأسلحة، وهذا خرق القانون وتحت أنظار رجال الأمن، وهذا خرق ثاني للقانون مع إسناد من قبل رجال الشرطة، وهذا خرق ثالث للقانون. هناك حوادث قتل، هناك حوادث خطف، هناك حوادث اعتداء تمت في شارع ديالى. هذه يجب أن يتصدى لها القانون بحزم، ويجب ويتعين على قادة الأمن أن يتصدون لهؤلاء الخارجين عن القانون ويحاسبوهم، لا أن يقبع ما يزيد عن 2000 مواطن بريء في السجون بدون تهم، ويبقى هؤلاء المجرمون يسيحون في الشوارع. قتلوا ناس أبرياء في المقدادية، في مناطق أخرى خطفوا ناس. في أغلب السيطرات الوهمية يوجد من الشرطة ويوجد مدنيين مسلحين. أين دولة القانون؟ أين مظهر القانون؟ الآن انقلاب عسكري على الشرعية في محافظة ديالى إذا لا تتدخل، وكل التدخلات
اللي جت من الحكومة الاتحادية كانت تدخلات شكلية وكأنها تسند يعني قرار. احنا ما نريد الحكومة الاتحادية وما نريد رجال الأمن يصيرون سياسيين في ديالى، نريدهم يحمون الأمن، نريدهم يحمون المواطن. ما صار في ديالى هو وجود ميليشيات مسلحة لا زالت مطلقة السراح تعيث في الأرض فسادا، مع وجود أبرياء قابعين بالسجون نتيجة ممارسات خاطئة للقانون. هذا اللي حقيقة خلانا نغادر أنا وأعضاء مجلس المحافظة إلا أن يتغير المسار إلى الاتجاه الصحيح. بس لو ذكرتك هذا كاني بوليس بلاين نبون و أوان بون كهاني خلق عند تاشن أو راسته. يقال بأن الشرطة قد تدخلت ولم يكن لها رأي وجانب مستقل وكانت تتدخل في المظاهرات. هل هذا صحيح؟ الشرطة ساندت مظاهرات بأول ليلة ورا ساعات من القرار وأنا متجه لبيتي. الشرطة تحمل مسلحين مدنيين حتى يهجمون على بيت المحافظ وهي تهاجم معهم تحت أنظار عجلات من الجيش اللي مكلفة هي بواجب الحماية مو بواجب الإسناد. هذا انقلاب صارخ على القانون. يعني احنا امرنا الحمايه انهم ما يضربون النار لان وانجريت انا حمايتي من الموضوع وخرجت من المحافظه حتى ما ادخل بفتنه طائفيه جديده، لانه مسلحين مدنيين يريدون يقتلون اغلب الشخصيات. شو يسوون الحمايه؟ يظلون ينتظرونهم؟ يقينا يدافعون، واذا دافعوا راح يصير مقتله، وهذا ما يريد البعض. فاثرنا الانسحاب من المحافظه دون الانجرار لاي فتنه حتى نشهد ما يعني تعمله الحكومه الاتحاديه ورجال الامن والشرطه. اللي صار في ديالى صار انقلاب كبير جدا. هذا الانقلاب يتعين على الحكومة معالجته بأسرع وقت، ويتعين عليهم يا اما معاقبة هؤلاء المسلمين جميعا او اخراج الابرياء من السجون حتى يكونون لا يكيلوا بمكيالين. الان الحكومة تكيل بمكيالين بالنسبة لديالى، جهة تعاقبها وتسجنها وتضطهدها، وجهة تعززها وهي خارجة عن القانون، وهذا لا يرضى به احد لا دوليا ولا شرعيا ولا في المحافظة ولا في الحكومة ولا حتى في المحافل الدولية. هذا الكلام ما نتصدى له الآن وما نجمع عليه نحن وأعضاء مجلس المحافظة على معالجته إن شاء الله. والله لا وتاركي جناب دلي أما كودتايكي سربازية عادة توانين بلين خب شانداني جماور يعني هاولاتي برامبر با برجارة كنا رازين لو برجارة توانين بلين وخو كودتايكي سربازية. في الخطاب أشرت إلى أنه الأحداث التي صارت هي انقلاب عسكري. هل نستطيع أن نقول بأن رفض هذا القرار والقيام بمظاهرات هي انقلاب عسكري في ديالى؟ لا طبعا، قلت لك أنا رفض القرار والمظاهرات السلمية كل هذه المسائل الآن داعمها ومساندها وموافق عليها، ما عندي مشكلة. كما وافقت على إعلان القرار وموافق على رفض القرار. أي ممارسة سلمية ضمن الأطر الشرعية والقانونية أنا كمحافظ معها، وأدعو كل المسؤولين يكونون معها. لكن الخروج عن المألوف، الخروج عن القانون، قتل أبرياء، خطف أبرياء، الاعتداء على المواطنين بالضرب، انتهاك مجلس المحافظة والسيطرة عليه. يعني حقيقة قائد العمليات رجل إنسان شريف ومنصف ويحاول يبذل ما في وسعه، لكن ما يقدر. ليش؟ لسبب بسيط، لأنه عملية تنظيم الشرطة العراقية في محافظة ديالى شملت الكثير من الخارجين عن القانون والميليشيات المسلحة وأصحاب الرأي، لذلك هذول تابعين لاتجاهاتهم السياسية ما تابعين للدولة العراقية، فقدروا الاتجاهات السياسية أن تحركهم بالاتجاه السلبي للأسف الشديد. رجل الأمن عليه أن يقف الحياد. أي انتهاج منهج سياسي من قبل القوات المسلحة هذا مخالف للدستور، ويمكن القانونيين يقدرون مخالفة صريحة للدستور. أنا كقائد أمني واجبي مقدس في حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين. لن حفظ الأمن ولا حموا المواطنين. قتل بعض المواطنون وخطف البعض الآخر وتعرض الكثير للضرب، ولا زالت الطرق مقطوعة من قبل مجاميع لا نعرف أي خلفيتها حقيقة. فهذا هو الخروج عن هذا هو الانقلاب العسكري، هذا اللي لا نرضى به، هذا الذي يجب أن يعدل ويصحح بإجراء فعلي، لا خطابات ولا اتصالات ولا إرضاء البعض. بەڵام کاک عەبدولناسر بڕیارێکی ئاوا بۆ ڕادەگەیەنرێت و دەرگا دەکرێتەوە بۆ خۆپشاندانی خەڵک بۆ ناڕەزایی خەڵک. بۆ پێشتر ئێوە ڕێگەی ئەمنیتان نەگرتوتە بەر پێش ئەوەی کە ئەم بڕیار دەربکەن. عند إصدار هذا القرار أنتم لم تقوموا بتحضيرات أمنية، كنتم تتوقعون أن هذا سيرفض، لماذا لم تقوموا بتحضيرات أمنية لغرض السيطرة على الوضع؟ أخي توقيت إصدار القرار وإصدار القرار أنا لا علم لي به حقيقة. يعني لا يعني ها مناقشات طويلة كانت للمجلس وأعضاء المجلس
وكنا نتندر بإقامة ديالى إقليم، لكن حقيقة وجهة نظري الشخصية كانت هي الضغط على الحكومة لكسب مصالح وصلاحيات وحقيقة موارد مالية للمحافظة. لكن توقيت القرار كان هو صلاحية مجلس المحافظة، فوجئنا به حقيقة. لكن خلاص هو ممارسة الديمقراطية، يعني ليش المفروض يرفض يمارس الديمقراطية؟ ما عندنا مشكلة بها. احنا ما بدنا نتعامل مع إرهابيين، بدنا نتعامل مع مواطنين يمارسون حقهم الدستوري الشرعي. ف يعني ردة الفعل العنيفة هي اللي هالتنا، استغربنا لها. أنا أرفض هذا القانون، أطلع أعبر بالوسائل الدبلوماسية، أصوت ضده، أحشد الرأي العام ضده، أطلع مظاهرات، يعني أقيم ندوات، أحاور، أحاجج، لا بأس به. کاک عەبدڵاز هەندێک باس لەوە دەکەن کە تێگەیشتنی هاوڵاتیانی عێراق بە گشتی تا ئێستا تێگەیشتێکی فراوان نییە بەرامبەر بە فدراڵیەت، بەرامبەر بە هەرێمبوون، بڕیاری بە هەرێمبوون. کەواتە جەنابەت باس لە سیمینار و لە نەدوە دەکەی کە بکرێت بۆی هاوڵاتیان زیاتر ئاشنا بن بەم بڕیارانە. کەواتە بۆ پێشتر ئێوە هەنگاوی واتان نەنا بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زیاتر ئاشنا بن بەوەی کە بڕیارێکی ئاوا چ سوودێکی هەیە بۆ پارێزگاکەیان، کە هەندێکیان دەڵێن ئەمە سربەخۆبوونی پارێزگاکەیە و جیاکردنەوەی پارێزگاکەیە لە عێراق. أنت أشرت بأنه إقامة الندوات والسيمينارات هي خطوة لكي يكون عند الناس معلومة أو يكون عندهم معلومات عن هذا القرار، لكن لماذا لم تقوموا بهذا القرار؟ والبعض يقولون بأن حتى الآن الوعي السياسي والوعي الإداري عند المواطنين غير كافية بأن يفهموا من مفهوم الفيدرالية ومفهوم الإقليم، والبعض أيضا يقول بأن هذا هو تقسيم العراق. لماذا لم تقوموا بالندوات؟ حقيقة أنا أوافق على هذا الرأي، هذا الرأي دقيق وتشخيص صائب، مع اعتبار كانت هناك العديد من الندوات الموجودة، يعني هاي مهمة كان مجلس محافظة. وأيضا أؤكد حقيقة أنه يعني المطالبة بإقليم لا يعني تقسيم بالضرورة، أبدا لا يعني تقسيم. لا يوجد في ديالى كلها من ينادي بالتقسيم، تقسيم من أي شيء، هو ميل موارد حتى يقسم، لكن هي طريقة من طرق الإدارة. كل 72 دولة بالعالم تدار من قبل الفيدراليات، أرقى دول العالم تدار من قبل الفيدراليات. الآن أنا أرسل موظفين يروحون تركيا، بلدية صغيرة بها عندها كل الصلاحيات، وإحنا كمحافظ ما عنده أي صلاحية، مجلس محافظة ما عنده أي صلاحية تذكر. ليش؟ لأن الصلاحيات لا زالت هي الحكومة الاتحادية. هي قضية إدارة. أنا مع ما ذكرته، مع ضرورة كان حوارات وندوات، وأجمع المتخالفين وقدام المجتمع يتحاورون ويتخاطبون، حتى المجتمع تتركز يعني الوعي لهذه الطبيعة. لا زال البعض من أهل ديالى يظن أنه القيام الأقاليم هو طريق للتقسيم، وهاي خطأ كبير جدا. لكن لا نستطيع الآن أن نوجه المواطن باتجاهه، مع ما قلت. وإن شاء الله يعني إذا عاد الهدوء وعادت المحافظة إلى رشدها بحول الله تعالى، احنا نطلب من جميع المتخالفين أن يمارسون حقهم الدستوري، ويكون هو المواطن هو المعيار. بعدين خلاص إذا المواطن ما راضي، يعني عليش خايف؟ خلي صناديق الاقتراع وخلي المواطن يرفض، وأصحاب المشروع يعني يخلي ينكفون على ذاتهم باعتبارهم جايين من أجل المواطنين، والمواطن ما راضي بالمشروع. أنا ليش ما أسلم لصناديق الاقتراع؟ ليش أسلم بالخروج عن القانون والتهديد والتوعية تشاهد دولة تهدد يعني مسؤوليها؟ ماكو دولة بالعالم. بەڵگەتان هەیە لەسەرەوەی کە هەڕەشەتان لێکراوە یاخود لە بەرپرسانی ئەو ناوچانە؟ هل عندكم وثائق بأنه تم تهديد المسؤولين؟ أخي الزياد أحمد من بصحبتي بالمحافظة يعتقل أمامي، اللي هو عضو مجلس المحافظة عن التحالف الكردستاني، رئيس لجنة النزاهة، كان يم بغرفتي ديوان المحافظة، ومن أمامي دخلوا واعتقلوه، يعني انتهكوا حرمة المحافظة، ما أخذوا موافقتي ولا أخذوا موافقة رئيس المجلس. وكان يعني الجاء حتى لمداهمة المحافظة تفتيشها. وصحيح تصرف قائد العمليات مشكور ومدير الشرطة كان حضاري وما قبلوا وجوا بنفسهم وحاولوا يلملمون القضية، بس هذا كان أمامي. اثنين رئيس كتلتين، أقوى كتلتين بمجلس المحافظة، الأستاذ عبد الجبار رئيس كتلة التوافق معتقل من 3 سنين، والأستاذ نجم الحربي رئيس كتلة العراقية معتقل من 2.5 سنين. يعني عندنا مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة السابق لا زال معتقل، ويصعد للمحاكم ويطلق سراحه، ويعيدون الكرة عليه بتهم كيدية أخرى. هاي ممارسات قمعية لنظام سابق، ليست لنظام ديمقراطي. وما شفناه بالمحافظة ذات الأوصاف ذات الآليات، كأنه نظام صدام دا يحكم. سواد الحيالي ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای دیالە دەڵێت لایەنی سیاسی و ئەمنی لە هەوڵی کەپکردنی لایەنگرانی ئەو بڕیارن.
مەبەستی کێیە و بە تایبەتی دەنگۆی ئەوە هەیە کە سوپای مەهدی دەستی هەیە لە خۆپشاندنەکان بەڵام ناوبڕێک و گوێمان لە وەڵامەکەی جەنابەت دەبێت بەڕێزان وچانێک و دەینەوە